يعني في مختلف الاتجاهات، مسات شخصيات وطنيه كثيره حركت ضده يعني كثير من القيادات داخل جبهه التحرير الوطني، وحركت يعني ضده حتى المناضلين في القواعد. شاهدنا يعني كيف مثلا في بسكره او في غيرها من الجهات يعني اقاموا محاكم شعبيه يعني لادانه الامين العام للحزب، وهذا يعني تطور خطير، وبالتالي ليس مستبعد ان يدفع بالامين العام نحو الاستقاله. يعني هل ترون ان استقاله عمار السعداني في هذا التوقيت بالذات هو شيء ايجابي للحزب؟ انا نشوف انها شيء إيجابي اذا تمت، لانه من اخلاقيا لا نستطيع ان نعلق يعني في حال اذا ثبت على كل حال التقدير يعود لسعيداني ويعود للشخصيات القياديه في الحزب يعني بالدرجه الاولى، ولكن انا من وجهه نظري انه استقالته يعني شيء ايجابي للحزب، لانه الحزب يدخل انتخابات تشريعيه يعني بعد 3 أو 4 أشهر يعني منقسم، فشل سعيداني في لم شمل الحزب، يدخل يعني زاد الشرخ اكثر بخطاباته يعني مع قيادات يعني فاعله في الحزب مثل التحامل تاعو على سي عبد العزيز بن خادم، مس كثير من الشخصيات الوطنيه، منهم لويزا حنون، منها نكال، يعني منها غيرها. هذا سيؤثر على التشريعيات القادمه؟ انا اشوف انه من الطبيعي انه يؤثر، لانه الحزب ما يقدرش يدخل يعني بلحمه واحده موحده للانتخابات. الان حتى داخل القواعد هم منقسمين، وانت تعرفي انه قيادات مثل جماعه بلعياط وغيرهم يعني هددوا حتى بمنافسه الحزب يعني بقوائم انتخابيه موازيه. اذا من غير المعقول اننا نتوقع انه الحزب جبهه التحرير الوطني رايح يحقق نتائج كبيره في مثل هذه الظروف، وبالتالي انا نشوف انه اجتماع اللجنه المركزيه جاء في وقته، وربما الاستقاله اذا تمت ربما قرار سليم، وحتى يقدر الحزب يخوض غمار الانتخابات الشرعيه يعني بقوه. يعني حسب مصادرنا والهام الذي يظهر اسفل الشاشه، اللجنه المركزيه تتجه لتفويض جمال ولد عباس على راس الحزب مؤقتا. شيء طبيعي. الان اذا استقال لازم يشوفوا حل. هذه اللجنه المؤقته هذه واضح انه فيه توجه يعني نحو شمل حزب التحرير الوطني، وهذا هو الهدف منها يعني مؤقتا، وبعدين يكون مؤتمر لانتخاب الامين العام. وانا نشوف انه الوقت يعني يكفيهم، يعني مازال بين يديهم الوقت من اجل عقد المؤتمر وانتخاب امين عام جديد حتى يقدروا يخوضوا يعني غمار الانتخابات الشرعيه، خاصه انه الانتخابات الشرعيه راهي مهمه جدا في ظل الدستور الجديد، لأن الدستور الجديد ينص على أن رئيس الحكومة يتم تعيينه بالتشاور مع الأغلبية البرلمانية، وبالتالي الأحزاب أو الحزب اللي يقدر يتحصل على 50% زائد 1 من ممكن جدا أن يكون الحكومة. وعلى هذا الأساس لازم حزب التحرير الوطني إذا أراد أن يكون يعني حزب طلائعي كما يظل يسوق، أو حزب الأغلبية كما يظل يسوق، عليه أن ينتفض ويعيد الأمور إلى نصابها، لأنها صراحة الخطاب السياسي لحزب التحرير الوطني لم يعد في المستوى. نعم، إذا حسبكم يعني هو شيء إيجابي مغادرة عمار السعداني من على رأس حزب الأفلان، وأيضا أنه سيؤثر على نجاحه في التشريعيات القادمة. أنا نقول البقاء تاعو يؤثر سلبا، ممكن ذهابه يؤثر إيجابا على الانتخابات الشرعية. إذا لكن حسب تصريحات يعني منذ صبيحة اليوم وخلال المباشر، السعداني كان يتكلم يعني من منطق قوة، يعني لم يتجاوز ربما الخطاب المكتوب، لم يتطرق إلى التصريحات التي عاهدناه يعني في الخطابات السياسية. يعني تعرفي في تصريحات النارية في يعني مثل يقال يعني في الساحه الاعلاميه او الساحه السياسيه، يقال بعد خراب مالطا. الان سعيدان يعني كثره خصوم وكثره اعداء وكثره يعني زلات اللسان يعني كثرت، ممكن كانت مفيده في وقت من الاوقات، ولكن تكرارها يعني جاءت بنتائج عكسيه. وانا يعني نزيد نربط مع كلامك، انا نشوف ان جبهه التحرير الوطني يعني تراجعت ولم تعد يعني تدافع على القضايا الاساسيه التي كان يجب ان تدافع عليها جبهه التحرير الوطني. لم نستمع ولا تصريح عن المنظومه التربويه، لم نستمع ولا تصريح عن تراجع مكانه اللغه العربيه. يعني حتى اليوم نسمع يعني تصريحات يعني لاسترجاع الجماجم وتصريحات تدين فرنسا وغيرها. بل جبهه التحرير الوطني في وقت عمار السعداني يعني دافعت حتى على مزدوجي الجنسيه، هذه للتاريخ يعني حقائق. يعني بالحديث عن التصريحات والحديث عن الجماجم، اكد ايضا السعداني يعني جدد دعمه ومساندة الأفلان لرئيس الجمهوريه. يعني اي رساله يريد ايصالها عمار السعداني من خلال هذا؟ ما عندوش خيارات. هو اولا جبهه التحرير الوطني هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه. الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هو رئيس جبهه التحرير الوطني، لا خيار له، هي القشه الوحيده التي يتمسك بها سعيداني او يحيى باعتباره من الاحزاب المؤيده للرئيس بوتفليقه. القشه الوحيده التي يتمسكوا بها هي دعمهم للرئيس ولبرنامج الرئيس. اذا هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وكرر مئات الالاف المرات يعني لدرجه وان اصبح يعني قبل ما يحلفهم ونقدر الجمهوريه
يتنبأ بماذا يقول هذا ويقول هذا. ليس هناك تجديد في الخطاب السياسي، يعني كل الكلام كل المفردات يعني استهلكت، لم يعودوا قادرين على توليد الافكار الجديده. يعني كما تابعتم منذ صبيحه اليوم خلال المباشر قناه النهار، رسم سعيداني معالم ورقه طريق حزب من قبل التشريعيات، يعني كيف رايتم هذه المعالم؟ هي شوفي الان اذا سعيداني رايح معناتها المعالم هذه تبقى كلام. اذا كان بقى سعيداني موجود المعالم يعني اكيد رايح يفعلها. وانا نشوف يعني كاين بعض الاشياء اللي جبهه التحرير الوطني حتى لو تتغير القياده كاين كثير من الاشياء ما رايحاش تتغير، ربما يتم التعاون معها بطرق اخرى مثل قضيه المبادره الوطنيه اللي تكلم عليها سعيداني، لانه هذه مهمه جدا في خوض الانتخابات التشريعيه القادمه. اما اذا راح سعيداني انا نشوف يعني هل ترون على الحزب الافلان انه يغير من سياسته؟ لا، جبهة التحرير الوطني لازم تكون عنده الجرأة في الدفاع عن أفكاره، لازم يكون خاصة القضايا الأساسية لحزب التحرير الوطني، المبادئ والأفكار الأساسية اللي نشأ على جبهة التحرير الوطني واللي من أجلها راهم الناس ينخرطوا فيه ومن أجلها راهم الناس يصوتوا عليه. راني نقول لك جبهة التحرير الوطني تراجع على هذه المكتسبات، ما ولاش يدافع عليها. ولا الخطاب تاع جبهة التحرير الوطني انت تلاحظين وسائل الإعلام تنتظر وكأنهم ينتظرون يعني دراما أو مسرحية، ما عادوا ينتظروا يعني خطاب سياسي، ما عادوا ينتظروا بيان سياسي. تصوري انت امين عام الحزب يضرب 4 من 5 شهور ما يدخلش المقر الحزب، شيء طبيعي انه المناضلين والقيادات يعني في مختلف المستويات شيء طبيعي انها تكون منزعجه. يعني حتى الخطاب السياسي ربما يتدنى ليمس شخصيات واخرى، يعني هل ترون ان الحزب ربما لديه ورقه طريق رابحه نوعا ما بخروج سعيداني؟ شوفي هي جبهة التحرير الوطني مهما كان عنده المكانة تاعو داخل المجتمع، والمكانة تاعها يجيبها من تاريخه النضالي الطويل ومن انه خزان للرجال والاطارات والكوادر، ولكن في نفس الوقت من ضعف الطبقة السياسية، يعني من ضعف الاحزاب المنافسة، يعني هذه لازم نقولها. وبالتالي المكانة تاعو الرائدة جبهة التحرير الوطني يعني كفكرة هي موجودة ومصونة بسعيداني او بدونه. يعني كنت تحدث على مناوئي السعيداني وانشقاقات داخل الحزب الواحد، هل سنشهد ربما غليان ببيت الأفنان؟ هي المشكلة في جبهة التحرير الوطني أنه عنده إطارات كفر، يعني بالآلاف ربما يتحسبوا الإطارات داخل جبهة التحرير الوطني، وبالتالي يعني معظمهم مش راضيين على النتائج اللي تخرج عليها، خاصة الآن على مقربة من الانتخابات. يعني أي واحد ما يرشحوش على رأس القوائم الانتخابية ممكن يخرج غير راضي، وممكن يأسس يعني جبهة أخرى جديدة لإنقاذ الأفلان وغيرها. المفروض أن نشوف إذا كانت جبهة التحرير الوطني يعني راحت للبرلمان يعني وفيه ترشحات وتمت الانتخابات يعني بعملية شفافة وبطريقة ديمقراطية، والقوائم الانتخابية تم إعدادها بطريقة شفافة وبطريقة ديمقراطية، وما تقصيش المناضلين وتصنف الأولويات في الترشح. لأنه الآن يعني تقريبا في معظم الأحزاب يعني اللي عنده شكارة اللي جايب الدراهم من اليمين ومن الشمال هو اللي يكون على رأس القائمة، رجال المال والأعمال هم اللي راهم على رأس القائمة. إذا الأمور غير شفافة. أين هي مكانة المناضلين؟ أين هي مكانة الناس اللي طول عمرهم هم يستناو فرصة من هذا النوع؟ إذا أنا نقول إذا كانت الأمور يعني مبنية بطرق ديمقراطية وبطرق شفافة وبطرق منصفة بين جميع المناضلين، أنا نشوف أنه نوع هذه الانشقاقات قد ينتهي، لأنها ظاهرة يعني مرضية وليست صحية. الأصل هو أن يكون الحزب يعني كتلة واحدة، أما الآخرين اللي ماشي عاجبهم الحال ممكن يروحوا يديروا حزب آخر ونحن عارفين. لو نتحدث ربما على تأثير هذا على المواطن، يعني لو نتكلم كمواطن بسيط يذهب إلى الانتخابات التشريعية، لو نتحدث يعني هل سيفقد المواطن ثقته بحزب الأفنان في ظل هذه التغيرات واستقالة عمار السعيداني؟ هي بالنسبة للمواطنين الآن لاحظ يعني في عزوف يعني عن الانخراط في جميع الأحزاب. المواطنين الآن ما عادوا يثقوا في الأحزاب صراحة. المواطنين راهم ينظروا إلى مؤسسات أخرى، راهم ينظروا إلى بعض الوزارات اللي تحقق يعني مكاسب في الميدان مثل وزارة السكن، راهم ينظروا إلى المؤسسة الأمنية وراهي تحقق نتائج كبيرة في الميدان، وراهي تحمي يعني وحدة التراب الوطني وتحمي الحدود الوطنية. أما تقولي لي المواطنين يعني يتأثرون بهذا الحزب أو ذاك، أنا لا أعتقد هذا إطلاقا. نعم أستاذ العقاب، يعني في انتظار مستجدات أكثر ابقى معنا فقط، نبقى دائما في الشأن السياسي. كشف عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية بأن قرار المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات المقبلة سيتم الفصل فيه خلال الشهر المقبل، منوها خلال ندوة لإطارات الحزب العاصمة بأنهم وزعوا استبيانا على مختلف الإطارات يستشيرونهم فيه حول التشريعيات المقبلة والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وكل ما يتعلق بهذا الموعد الانتخابي. هذه ندوة للإطارات، مجموعة من الإطارات في الواقع، من أجل الاستشارة حول الموقف من الانتخابات القادمة. فهذه ليست مؤسسة
يتخذ القرار النهائي، وإنما هذا فضاء قرار